تعالوا معايا اوريكم انا عملت فطار ايه لاول يوم رمضان غير الكرنب والبط والكلام ده كله. انا عملت معايا هنا فراخ مشويه جميله جدا جدا واحلى كتير جدا من البط، وتغيير يا جماعه. علشان لو في حد مش هيعمل بط اول يوم رمضان، تعالوا موريكم الافكار اللي انا عملتها ممكن تعجبكم ان شاء الله باذن الله. معايا اول حاجه هنا عملت محشي كوسه وفلفل، يبقى خفيف على اول يوم كده في رمضان بدل الكرنب بيبقى تقيل قوي. ومعايا هنا رز اصفر بالزبيب مش بسمتي، يعني عملت حاجات خفيفه، وفراخ مشويه وطحينه. هقول لكم كده ايه الحاجه اللي انا عاملاها، يعني هحاول ان اشرح لكم في الفيديو ده. معايا هنا الرز الاصفر ده مش رز بسمتي عشان يبقى خفيف شويه، عاملاه بالزبيب والبهارات، بهارات الكاري والكركم والملح والفلفل والبابريكا، بيبقى جميل جدا، وبنحط عليه شويه زبيب علشان يدي طعم حلو قوي وتسكيره حلوه كده في الاكل. والفراخ المشويه بالتتبيله الممتازه اللي عملناها معاكم قبل كده، وبصوا هي طريه جدا جدا ودايبه خالص، مع ان هي يعني كل شوي في الفرن بس مش على النار ولا اي حاجه. والطحينه بتاعتنا الجميله التحفه دي، والمحشي الكوسه والفلفل، علشان ده الكوسه بجد بتبقى خفيفه جدا على المعده في اول يوم رمضان، وبجد بجد هتعجبكم جدا جدا لو جربتوها كاول يوم.